اطلع فوق. ورجعنا لحضراتكم تاني. لولا عصام عبد العاطي كان هيبقى شوط يعني ممل جدا، وكنا هنرجع للزمن الوحش. الحمد لله عصام عبد العاطي بيحط بصمة علشان نادي المصري يتقدم على الإنتاج الحربي في ملعبه ملعب السلام 1-0. كابتن حسام غويبة، وتعليقك على الشوط الأول. تعليق زي ما حضرتك اتفضلت قلت ان المباراه اقل من المتوسط، رغم ان هي جيم مفتوح زي انا قلت مع حضرتك ان الجيم هيبقى مفتوح من الطرفين، وخاصه الانتاج الحربي كان بيلعب بثلاثه في وسط الملعب اللي هو وجيه عبد العظيم ومحمد ابو وهاب وسعيد مراد. وحصل بعد ما احرز هدف للمصري كابتن كمال عثمان اجرى تغيير، وليس تغيير هجومي ولكنه تغيير دفاعي في وسط الملعب بنزول محمود النادي بدلا من سعيد مراد عشان يامن وسط الملعب، لان لو كان استمر كده كان ممكن يبقى النادي المصري هيبقى ليدنج اكتر كمان على فرقه الانتاج الحربي. وهو يعني يمكن الفنيات مش عاليه، لكن المصري تحس ان هو راكب المباراه. المصري هو اللي ضاغط وفي وسط ملعب الانتاج الحربي، هو اللي تحس ان هو اللي متمكن من منطقه ال 18 بتاعت الانتاج الحربي، هو صاحب الفرص الضعيفه القليله، لكن هو صاحب هذه المباغتات على مرمى الانتاج الحربي. الانتاج الحربي زي ما قلت ما عندوش الانياب الحقيقيه ولا الكثافه العدديه في النواحي الهجوميه ولا الدفاعيه. النادي المصري بنشوف يمكن في لقطه لو حضرتك هتجيبها لنا باذن الله في الدقيقه كابتن وليد تقريبا 17 في انفراد للمصري على دفاع الانتاج الحربي. نتفرج على الملخص كله على بعضه كابتن الاول، وبعدين نجيب لحضرتك اللي انت عايزه. كابتن وليد ده الملخص كله على بعضه. الملخص في البدايه كان في اصابه دي التصليحه اللي من عصام عبد العاطي، دفاع الانتاج صلحها لمؤمن زكريا وتسديده في اول مباراه. قبل منها طبعا التصادم اللي حصل ما بين ايمن سعيد والنمر، والاثنين جروحهم وتم علاجهم. المصري هو اللي مسيطر في وسط الملعب الانتاج الحربي باستمرار بصفه دائمه. دي الكره اللي هي ملعوبه عرضيه صلحها المؤمن زكريا، شاطها بشكل جميل وطلعها نادر سعد بشكل كويس. كابتن اسامه عرابي، بما ان احنا شايفين ان المصري هو المتسيد لاحداث الشوط، فكلامنا الاغلب هيبقى على نادي المصري. قول لي على التكه الفنيه اللي واحنا كنا بنتفرج، حضرتك قلت ان كابتن طلعت يوسف عاملها في خط دفاع نادي المصري. هو كابتن طلعت يوسف في الشرطه كان على طول بيلعب 3 في العمق يا وليد. تمام. كان بيلعب بدويدار ونجيب وحسام عبد الجواد. صح. في الماتشين اللي المصري اللي فاتوا اللي هم بتوع المحله والجيش لعب 4، لعب الياسو وسعد الدين سمير بس في العمق. صح. النهارده رجع تاني ل 3-5-2 او 3-4-3، جاب احمد مجدي اخره كاليبرو ورا الياسو وسعد الدين سمير. تمام. وفي 2 ارتكاز توبه وايمن سعيد، وعلى اطراف الملعب فوزي وعصام عبد العاطي، ثم ثلاثي الهجوم مؤمن زكريا وامامه سيسي وايهاب المصري. تمام. يعني رجع ل 3-5-2 تاني او 3-4-3. يعني ادى عصام عبد العاطي مهمه اللي هو الهجوم باك ليفت بس متقدم شويه. ايوه. ولذلك عصام عبد العاطي هو الاغلب هجمات المصري من ناحيه الشمال، من ناحيه عصام عبد العاطي. وانا شايف ان عصام عبد العاطي ومؤمن زكريا عاملين ماتش كويس قوي. احمد مجدي لما بيتقدم
في الامام كوسط ملعب ايمن سعيد بيتاخر مكانه عشان يبقى مع الياسو وسعد الدين سمير مأمنين الجزء الدفاعي. لكن زي ما انت اتكلمت وزي ما حسام اتكلم ان السيطره اكبر للنادي المصري من الدقيقه، من بدايات الماتش وباين المصري هو الاخطر وهو الاقرب للمكسب وهو المسيطر اكتر من تسديده زي ما انتم جبتوها بتاعت مؤمن زكريا، ثم هي هجمه مرتده برضو كورنر، خمسه كورنر للنادي المصري في مقابل كورنر واحد لنادي الانتاج الحربي. تسديده قويه جدا من في الدقيقه 15 تاني لعصام عصام اخرجها نادر السعد ببراعه. الشكل العام كان بيقول ان المصري قرب وفعلا عصام عبد العاطي في الدقيقه 36 عصام عبد العاطي حط بصمته بتسديده قويه جدا برجله الشمال في الزاويه البعيده لنادر سعد وهو متعود عليها على طول. يعني هم فعلا الاقرب لنادي الانتاج. ودي كمان فرصه ضايعه لإلياسو كان طالع في الكورنر وتردت له، ويعني الهجوم واضح ان الشكل العام طبعا دي تسديده قويه جدا عملوها كويس من عصام عبد العاطي، عملت 1-2 شاطها بشماله على يسار نادر سعد. هدف جميل طبعا، وهم يستحقوا الشوط الاول ان هم يطلعوا كسبانين. عايزين كابتن وليد بس نعيد الهدف ونشوف عصام عبد العاطي جاي منين، مش من مكانه. وده يدل ان كلام اسامه وكلامك يا وليد ان برضك ان عدم تقدم مراكز النهارده لفرقه النادي المصري بتعمل كثافه عاديه هجوميه. بص جاي منين، بص عصام جاي فين، عصام جاي من النص، ده عصام جاي من اليمين مش جاي من مش من الناحيه العكسيه بتاعته، جاي من اليمين وداخل على جوه. نفس الكلام احمد مجدي زي ما اسامه قال ان احمد مجدي لما النادي المصري بيمتلك ويتنقل نص الملعب بيزيد في نص الملعب ويتاخر شويه. ايمن سعيد بس ما بيتاخرش ليبرو، ايمن سعيد بيتاخر بس يبقى تحت منه لكن ما بيبقاش ليبرو، بيلعب 4. ولما عصام عبد العاطي بيخش لجوه احمد مجدي هو اللي بيتطرف شمال بسيط، وايمن سعيد ينزل تحت شويه بقى سيطر على نص الملعب. اقصد اقول لك ما فيش تقيد بالمراكز. فرقه النادي المصري لاعيبه النادي المصري ما بيتقيدوش بالمراكز. وكمان ده بان في حته ان في بقول لك هجمه كان في مفترض ان يبقى الزياده العدديه الدفاعيه لفريق الانتاج اكتر من الزياده العدديه الهجوميه للنادي المصري. اتلاقينا 4 ضد 4. 4 ضد 4 معنى كده ان النادي المصري مصمم ان هو يجيب هدف. الهجمه اللي حضرتك طلبتها اللي هي في بالظبط كده الدقيقه 17 كان 4 ضد 4. يعني طبعا ده موقف صعب على فرقه الانتاج الحربي. وده يدل ان النادي المصري مصمم ان هو عايز يكسب المباراه. تمام كابتن اسامه، نروح لوسط ملعب نادي الانتاج الحربي. في لخبطه شويه، ما تحسش وجيه عبد العظيم ولا سعيد مراد ولا محمد عبد الوهاب ولا بيخش احمد سعيد ميدو، الثلاثي ده متلخبط شويه. يعني هو في المباراتين اللي فاتوا لعب محمد عبد الوهاب وقلنا محمد جوده في وسط الارتكاز، والماتش المقاولين لعب وجيه عبد العظيم ومحمد عبد الوهاب. النهارده احمد سعيد ميدو اصلا ظهير ايمن في النادي الاهلي وبيلعب ديفندر. في بدايه اللقاء هو